إخواني، السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا. تحياتي لكل المتابعين. اليوم عندنا مباراة ديال وليد الركراكي ضد البنين. ما قلتش المنتخب، قلت وليد الركراكي من بعد نفصلو. وعندنا بعض الأمور كتتعلق ببعض الانتقالات المفرحة للاعبينا المغاربة، وكذلك غنتكلموا على طارق السكيتيوي. بقاو معانا. واول مره غنطلب منكم اخواني الكرام، ما سبقش ليا طلبت منكم انكم تدعموا هذه القناه باشتراك وباللايك، لان هذه القناه راه كانت مزدهره سنه، يعني قبل سنه ونصف كانوا حبسوها ليا وعاودت جددتها من جديد. والان اول مره كنطلب منكم الدعم، وشكرا لكم. ابقوا معنا اخواني الكرام. تحيه مجدده. غادي نبدا لكم بطارق السكيتيوي. طارق السكيتيوي كنت نتكلم عليه وتنقول هو رجل المرحله، وبعض الناس هاجموني وقالوا بانني كنهاجم وليد الركراكي. انا لا اهاجم الشخص، نحن يعني نناقش ونتكلم عن الناخب الوطني، ليس عن شخص وليد الركراكي. باش ترجعوا للفيديوهات القدام وتشوفوا التعاليق، راه الاخوان كيظنوا بانني انا عندي شي حساب ضد وليد الركراكي. لا، هذه المساله لا علاقه لها بالشخصنه او بالخصوصيه. حنا تنتكلموا عن المنتخب الوطني. المنتخب الوطني فوق الجميع. لهذا رجعت لطارق السكيتيوي، لان طارق السكيتيوي دائما كنت كنعطي به المثال ديال الالعاب الاولمبيه. سجل 4 على العراق، سجل 4 على الولايات المتحده الامريكيه، سجل 6 على مصر، وسجل في مباريات اخرى. هنا كان البعض كيظن بان ربما غير مرحله، وباش تسجل هذه الاهداف على عده منتخبات في تجمع واحد في مسابقه واحده، يعني ان هناك مدرب في المستوى. اكيد ان اللاعبين هما اللي كيقوموا بكل شيء، واللاعبين ما نفسهم هما اللي كاينين عندنا. المستوى ديال اللاعبين عندنا مستوى عالي. الان اش غيوقع؟ طارق السكيتيوي بالمنتخب ديال المحليين واللي مواليد 2000 وما فوق تفوق على المنتخب الاول لتشاد ب6-0 مع الرحمه، مع الرأفه. 6-0. وكون بغى يسجل اكثر يسجل اكثر، لان شخصيه المدرب تظهر في المباريات. هذا علاش تنتكلموا على وليد الركراكي، لان وليد الركراكي داك التخوف ديالو وداك دائما هذاك الحرص والحذر، هذاك هو اللي تيخليك عندك لاعبين يلعبوا الكره، خليهم يلعبوا الكره. بركه من داك الرجوع وترجع اللور وحطي من هذا وتلعب لي اللاعبين اللي كيكسروا لو ريتم وكيكسروا اسمو ما خدامش. باش ما نقلقوش السي وليد الركراكي، اليوم راك لاعب ضد البنين، والبنين لنا معها حساب. سبق واقصتنا من الدور الثاني او من ربع النهائي لكاس افريقيا، اللي ما كنتذكروها كنتاسفوا. المهم نتمناو نشوفوا كره. اما الانتصار راه عندك لاعبين يسجلوا في اي وقت. حنا بغينا نشوفوا الكره اللي تعطينا اطمئنان وطمأنينة لما هو قادم في كأس إفريقيا للأمم المقامة في المغرب. بيني سالينا من وليد الركراكي. نزيدوا أشياء مفرحة أخرى. المفرح هو عبد الله وزان، اللي كلكم عرفتوا، كل شيء ساق الخبر بأنه هو راه مشى لريال مدريد. طافقوا تقريبا على كل شيء 3 سنوات إلى 2028. الجديد والجميل هو ان هذه العائله تاع وزان عائله يجب ان يتعلم منها العائلات ديال الوليدات اللي عندهم وليدات لاعبين للمنتخب الوطني واللاعبين المغاربه، لان هذا السيد هذا يعرف يسير الامور ديالو. الاب ديالو راه دا معاه زكريا وزان، عبد الله وزان وزكريا وزان في عقد، كل واحد والعقد ديالو نفس العقد، نفس الشروط، نفس يعني الاب ديالهم الله يعطيه الصحه
لانه كان وقع عليه مشكل مع اجاكس امستردام، لانه اللاعب قبل كيف ما دابا عبد الله وزان، عبد الله وزان راه لم يسبق له ان وقع شي عقد، لانه كان قل من 16 سنه ما عنده حتى عقد، كان في التكوين. عبد الله زكريا وزان كان وقع عليه مشكل نفسه، ما كانش عنده عقد، جاء لعب مع المنتخب الوطني اقل من 17 سنه مع الناخب الوطني سعيد شيبه، شافوا الولد عنده الامكانيات، جاو طلبوا منه انه يدير معاهم العقد. تفاهم معاهم الاب ديالو بانهم يعطوه ضمانات بان الشاب غادي يصعدوه درجات حتى يوصلوه للنادي الاول، الا انه بعد التوقيع لقي التهميش. والان طلبوا من عبد الله وزان عده مرات انه يوقع عليهم، ورفض الاب ديالو على هذه القضيه هذه، لانه مبغاش يوقع عليه بحال، لانه هو الخطا اللي دارته اجاكس ما فكرتش بان راه كاين عبد الله تابع زكريا، مشيتي ضربتي في زكريا وما فكرتيش في عبد الله اللي جاي تابعه عنده امكانيات اعلى وبكثير. الان الاب ديالهم داهم بجوج لريال مدريد، ريال مدريد بغات عبد الله وزان، لا سيدي جلس معايا، بغيتي عبد الله دي معاك زكريا. وقعوا فكروا وحطوا الشروط ديالهم انه هو غادي يكون الان في الفريق ديال اقل من 19 سنه هو والاخ ديالو بجوج، وهناك امكانيه التصعيد مع الوقت الى الفئات الاعلى، يعني الفريق الرديف، ومن الفريق الرديف راه كيبقى الفريق الاول. اذا هذا موضوع. عندنا موضوع اخر اخواني، الموضوع الاخير هو يتعلق باخواننا التوانسه اللي عاودوا جرونا للماتش اللي لعب المغرب مع تونس. حنا انتهينا مباراه وديه، يا ودي قول غير بحتونا وهنيتونا، ولكن لا بحتونا ما غتهنونا، خسرتوا معنا ما غتهنونا. علاش فيكم الهضره بزاف اخواني الكرام؟ واحد قال لك حكيمي ماشي لاعب عادي وما نذكرش الاسم ديالو، تكرهها حتى هو، لان الكراغله ما كيذكروش اسماء ديال المغرب والمغاربه. قال لك ما نذكرش الاسم ديالو، اللاعب رقم 2 ما معروفش. ماشي يا سيدي حكيمي العالم كامل كيعرفوا، ولا مشيتي للصين قلتي لهم حكيمي غيقول لك المغربي اللي كيلعب في باريس سان جيرمان، مشيتي لجنوب افريقيا غيعرفوه، مشيتي الاوروغواي غيعرفوه، مشيتي للسويد النرويج استراليا، فين ما مشيتي انت شكون كيعرفك؟ انت راه في تونس وما كيعرفوكش، انت اللي كتهضر. السيده باقا شاب، ملي كتعدى 18 عام والعالم كامل كيعرفوك، انت راك وليتي شيباني بحالي وما كيعرفك حد، كتطاول على سيادك. اش دار لك حكيمي؟ لعب معاك الكره ربحك. واحد اخر قال لك المغاربه كانوا مرعوبين منا، ماشي خايفين، مرعوبين منا، والاغلبيه كلهم تيقول لك الحكم هو اللي ذبحنا. علاش كتكذبوا على ريوسكم؟ انا غادي نعطيكم واحد النصيحه اخواني التوانسه، لان هذه النصيحه عطيتها لناس اخرين جيرانكم. الا بغيتوا الكره انا نتكلم غير في الرياضه وفي كره القدم، الا بغيتوا كره القدم ديالكم تطور، حنا قسمنا المهام، درنا المنتخبات ودرنا الانديه. الانديه حملنا مسؤوليتهم بوحدهم، والمنتخبات تحملتهم الجامعه. اذا هذه النقطه الاولى اللي خصكم ديروا. النقطه الثانيه اللي خصكم ديروا هي انكم تنتقدوا ذواتكم. حنا الان ما كيعجبناش اللعب اللي كيلعب المنتخب المغربي، وكلشي كينتقد، ودخل الفيديوهات وتشوف، رغم ان النتائج كلها مبهره. 11 مباراه متتاليه كلها انتصار، ما كاين فيها حتى خساره حتى تعادل، كلها انتصارات رسميه ووديه. والان مباراه ثاني اليوم ان شاء الله غيكون فيها انتصار، وتكون ثاني 12 مباراه متتاليه انتصار. تنتكلمش على هزيمه، تنتكلم على التعادل ما كاينش. وداك الشيء كامل وحنا كنتاقدوا المدرب وكنتاقدوا الطريقه اللي كيلعب بها، لانه ما كيشفيش الغليل ديالنا، لان عندنا اللاعبين ديالنا اللي كانوا غيدخلوا يعطوكم 6 4 البيوت في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني يديروا لكم الرأفه كيف ما كنديروا مع وحدين اخرين. ولكن مع الاسف هذا السيد هذا ما بغاش يسمع الكلام. عندك 50 مليون او 54 مليون القيمه السوقيه ديالك، حكيمي عنده 80 مليون القيمه السوقيه، 80 فاصله. ابراهيم دياز 45 و45 فيها
الخنوس فايت 30، بن صغير فايت 30، السيباري فايت 30، مزراوي فايت 30، راه امير ريتشاردسون، راه كثير لاعبين اخرين مازال ما حطوش رجليهم كاع في المنتخب فايتين القيمه السوقيه اللي عندكم نتوما. عمر الهلالي، زكريا الوحيدي، واش عندكم هاد اللاعبين؟ خصك تفرح لان والد الركراكي ما عرفش ليكم. لو تلاقيتوا مع طارق السكيتيوي انا اؤكد لك كيف ما تيقولوا المصريين ما فيش اقل من 6 ما كاينش من اقل منها. والله يجعل داكشي اللي في بالي وقع، والسي القجع يشوف ويفهم بان امور تناديه من عند الله. ناداك القدر باش تشوف الالعاب الاولمبيه وتشوف طارق السكيتيوي وتجيبو. ما جبتيش، عطيتي فرصه اخرى، عاود تعطي فرصه اخرى ثاني للركراكي، وفرصه الان ها هو يناديك، وعندك فرصه من هنا لشهر 9 من بعد كاس افريقيا للمحليين، وغتشوف بعينيك لاننا كنعرفوا حنا الكره، وكنعرفوا بان طارق سكيتيوي ماشي بالصدفه غادي يربح 3 المباريات اكثر من 4 في تجمع واحد، مع الفوز على الارجنتين ب2-1. والارجنتين عندك الان الارجنتين واسبانيا والبرتغال القمه ديال كره القدم، يعني مع احترامي للاخرين اللي كيتبعوا الكره، عندنا البرتغال واسبانيا والارجنتين القمه في كره القدم من بعد كاس العالم. القمه كاينه فرنسا، كاينه المانيا، كاينه انجلترا، كاينين اوروغواي، كاين منتخبات، لكن القمه فيها 3. ومشى طارق سكيتيو وربح الارجنتين في الالعاب الاولمبيه، وكتعرفوا اللاعبين اللي كانوا في الالعاب الاولمبيه ديال الارجنتين نجوم دي سوبر ستار، كاين اكثر من 100 مليون في القيمه السوقيه ديال بعض اللاعبين. كاين لاعب اللي فايت 120 مليون في القيمه السوقيه ديالو، ومشى طارق سكيتيو وربحهم، يعني ربحهم بطريقه وبالنتيجه وبكل شيء. وسجل 4 على الولايات المتحده، سجل 4 على العراق، سجل 6 على مصر. والان راه دائما فيما كيلعب شي مباراه، لان الطريقه ديالو الهجوميه الشموليه، راه اقسم لكم بالله اللي متبعني، راه الا مشى طارق السكيتي ويشد المنتخب في هذه الظروف مع هذه الارماده من اللاعبين، المنتخب الاول سوف يسيطر على كاس افريقيا وكذلك يقول كلمته في كاس العالم. اؤكد لكم بالطريقه والنتيجه، وغادي ترفع القيمه السوقيه ديال بعض اللاعبين اللي مازال ما تعرفوهمش الناس. خوتي التوانسه احشم شويه التونسي، راه هذا الكلام اللي كتقولوا شي قال لك هما الحكام غير يربحونا، باش تربح وانت هجمه وحده ما قدرتيش ديرها، 3 باس ما قدرتيش ديرهم، راه غير هذاك المشكل. ما قلنا لك راه والد الركراكي هو اللي خلاكم تحلوا فمكم. وعلى الله نتلاقاو معكم في كاس افريقيا، ويكون طارق السكيتيوي هو المدرب، وغادي من هنا نقولها لك، لا تلاقينا معكم وكان طارق السكيتيوي هو المدرب، الا ما خسرتيش ب6 مع المغرب ما بقيتش نهضر وطلب مني اللي بغيتي نحققه لك، ولكن مع طارق السكيتيوي ماشي مع والد الركراكي. تحياتي.